كنت معدية. قلت افوت اخد الجمعية. كنت معدية كده يا اختي، لا بيا ولا عليا، في الفيسبوك الاقيلكوا ايه؟ ابراهيم العرجاني كاتب لك ايه؟ خط مش عارف ولا بدو مصر، خط احمر. دخلت عشان اعرف ايه القصة، ابوها وامها. المهم الاول خالص علقت له التعليق اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قلت له احنا شعب مصر الجواسيس ملهمش دخل بينا. فما كنتش فاهمة الأول على نيات أنا عبيطة أبطس. ما كنتش عارفة أساسا إيه الدنيا داير فيها إيه. المهم أتاري الموضوع بقى داخل فيه رجل أعمال اسمه مش عارف إيه الشيتي، والراجل دوت جاب سيرة البدو اللي هم بيبلطجوا على الأراضي بتاعته وبيبركوا له عليها. خلاص، فالراجل طلع هلفط هلفطين في التلفزيون وهلفط هلفطين في الفيسبوك بتاعه او على السوشيال ميديا. فطلع له طبعا الكلب دوت قال لك ايه؟ بدو مصر او البدو خط احمر. وانا بقى هنا بسأل المعرس اللي طلع الصراصير دي من البلاعة. اللي طلع الصراصير دي مش كانت في السجن؟ صراصير بنت الوسخه دي المجرمه اللي كانوا بيخطفوا كتايب من الجيش المصري ويقتلوا جنود، وهم اللي قاتلين الجنود ايام دكتور محمد مرسي، وهم اللي كانوا بيعملوا كل العمليات الارهابيه، واللي هم اللي كانوا بيفجروا خط الغاز. فاكرين خط الغاز اللي كان بيتفجر وكان بيقول لك ايه؟ الطرف الثالث. هو ده نفس الطرف الثالث. ايام ما الاخرائيلي كان بيستورد مننا غاز قبل ما تتكشكش الحدود بقدرة قادر وتتقلب الآية ويبقوا هم اللي بيصدروا لينا غاز اللي هو بتاعنا اللي كان في مياهنا الإقليمية، اللي عبد الفتاح ابن الداعرة العاهرة اللي نط عليها كل سكان القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت كشكش لهم الحدود البحرية عشان يديهم الثلاث آبار، هم 2 وقبرص واليونان 1 يخمسوا فيه عشان يعرسوا له عند أوروبا. طبعا دلوقتي المجرمين اللي طلعهم دول طوق البلد، حزم البلد تما، شمال وجنوب وشرق وغرب وكل حتة فيك يا مصر حدودها كلها بميليشيات. قائد ميليشيا برجالته وكلهم مسلحين وكلهم رخص لهم السلاح وخلاهم يمتلكوا شركات اسمها شركات حراسة. خلاص، زي شركة فالكون كده بتاعت المعلم صبري نخنوخ. ما انا للاسف الشديد هبقى رئيس جمهوريتي اسمه المعلم صبري للاسف الشديد. انتي طبعا تبع المعلم صبري نخنوخ ان شاء الله، اسكندرانيه وبتاع. فالمهم احنا اتحولنا لدولة ميليشيات، وبعد ما كان بيقول قد الدنيا بقينا